السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخيرا رجعنا نعمل فيديوهات تاني بعد توقف اكتر من 3 شهور. ولكل الناس اللي ما كانتش مهتمة تعرف ولا بتسأل انا كنت فين، فانا كان عندي امتحانات والحمد لله خلصت. عشان ما اطولش عليكم نخش في الموضوع على طول. هكلمكم عن حاجة مهمة جدا بتحصل جوه دماغنا. عارف ابدا ازاي يعني؟ ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. جوازي كده تبوظ. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. ازاي البيئة والسوشيال ميديا والمؤثرات بشكل عام بتأثر على أدمغتنا، وازاي بنتعلم حاجة جديدة، وازاي لما بنتعلم حاجة ونكررها مرة بعد مرة كل مرة بنعملها بدقة أحسن من المرة اللي قبلها. طبعا انتوا عارفين ايه هو الموضوع لأنه مكتوب في عنوان الفيديو، وهو النيوروبلاستيسيتي أو الليونة الدماغية أو مرونة الدماغ، أو بالبلدي كده يعني إن دماغك بتتشكل وبتتغير زي العجينة كده مثلا على حسب الظروف الجديدة والبيئة اللي بقت موجودة فيها. مخك اللي بيتكون من أكتر من 100 مليون خلية عصبية قد تقريبا عدد النجوم اللي موجودة في مجرة درب التبانة، يعني عدد كبير جدا. المهم يعني ان مخك ده فيه وصلات عصبية بين الخلايا دي وبعضها. الوصلات دي بتتغير وبتزيد وبتتجدد على حسب الظروف الجديدة اللي انت حطيت دماغك فيها، او على حسب المستقبلات الجديدة اللي بتوصل لدماغك. وهي دي نيوروبلاستيسيتي او المرونه العصبيه او الليونه العصبيه، وهفهمك ده بيحصل ازاي. انت لما بتتعلم حاجه جديده فانت كده بتبني وصلات عصبيه جديده بين الخلايا العصبيه وبعضها، لان ده بيسهل على دماغك ان ازاي يحفظ وازاي يتعلم الموضوع اللي انت بتعرفه له ده. ومع الوقت كل ما تتعلم اكتر في الموضوع الجديد اللي انت بتتعلمه ده، كل ما الوصلات العصبيه دي بتزيد اكتر، فده بيسهل عليك اللي انت بتتعلمه وتبدا بعد كده تعمله بدقه اعلى. يعني ببساطه انت بتعمل حاجه وصلات عصبيه جديده بتتكون، تعمل الحاجه دي تاني وتبدا تكررها، الوصلات العصبيه دي تزيد معاك تاني، فبعد كده الموضوع ده انت بتعمله بطريقه اسهل، لان انت دماغك بقى واخد عليه وبقى الوصلات العصبيه اللي بين الخلايا وبعضها اكتر، فبيسهل عليك اللي انت بتعمله ده. اتمنى تكون الفكره وضحت، يعني الموضوع سهل. من اهم الحاجات اللي بتعملها النيوروبلاستيسيتي حاجه اسمها الكورتيكال ريمابينج. هديكم مثال عشان الدنيا توضح معانا. هنفترض ان ده رضا وده مخ رضا. مخ رضا كل جزء منه مسؤول عن حتة معينة في الجسم. يعني مثلا الجزء ده مسؤول عن الرجل اليمين، والجزء ده مسؤول عن الرجل الشمال، والجزء ده مثلا مسؤول عن الإيد، وهكذا. يعني كل حتة في مخ رضا مسؤولة عن تحريك واستقبال الإشارات العصبية من حتة في جسمه. اللي بيحصل في الكورتيكال ريمابينج بقى مثلا لو رضا لا قدر الله تعرض لحادثة واضطرينا نقطع رجله الشمال، دلوقتي المنطقة اللي بتستقبل الإشارات العصبية وبتبعت الإشارات العصبية للرجل رضا الشمال ما بقتش شغالة، لأن خلاص الرجل الشمال ما بقتش موجودة. بيحصل إن المنطقة اللي موجودة في المخ اللي بتحرك الرجل اليمين مثلا، يعني الرجل اليمين أو أي منطقة تانية يعني جنب المنطقة اللي بتحرك الرجل الشمال، المنطقة دي بتبدأ تضم المنطقة اللي هي ما عادتش شغالة دي وبتشغلها معاها. يعني مثلا دلوقتي قطعنا رجل رضا الشمال، فالمنطقة اللي بتشغلها ما بقتش موجودة أو ما بقتش ليها لازمة. منطقة جنبها تاني مثلا وليكن المنطقة اللي مسؤولة عن الرجل اليمين بتبدأ تضمها ليها، ويبدأ ان المنطقتين دول مع بعض يحركوا الرجل اليمين او يحركوا جزء تاني، يعني عشان المنطقة دي لو ما اشتغلتش هتضمر وتموت زي اي جزء في الجسم. وفي حاجة تانية بتعملها النيوروبلاستيسيتي اسمها الهومولوجيوس اريا ادابتيشن. الهومولوجيوس لقد حجزت لك ذكركة كركزة كرزقة طنطن كرزة طنطن ذكرت طنطن طينة ذكرة طنطن ذكرة طنطن ركزت طنطن. هما اتنين من قلب الدماغ. ودي اللي بيحصل فيها ان مثلا لو في منطقة من المخ حصل فيها جلطة او حصل فيها خبطة ما، يعني حد خد شوم على دماغه او ايا كان، المنطقة دي بتموت. فاللي بيحصل في الحالة دي ان الجزء المقابل في الفص التاني، لان معروف ان المخ فص يمين وفص شمال، لو منطقة باظت في الفص اليمين مثلا، المنطقة المقابلة ليها في الفص الشمال تبدأ تقوم بوظيفتها، وظيفة الجزء اللي تلف ده. هي دي اللي هم هومولوجيوس اريا ادابتيشن. في حاجات تانية مسؤولة عنها ليونة الدماغ، زي مثلا لو واحد فقد بصره او فقد حاسة ما، يبدأ بقية الحواس التانية تشتغل بدقة أعلى. يعني اللي فقد بصره ده بيشم أحسن وبيسمع أحسن وبيحس أحسن من الناس العادية. إزاي تستفيد من النيوروبلاستيسيتي؟ إنك تبدأ تتعلم حاجات جديدة، تسافر، تشتغل، تشوف ناس، تتعرض دايما حواسك لحاجات جديدة بحيث إنك تكبر عدد الخلايا العصبية دي والتشابك اللي بينها، بس ما تعرضش دماغك لحاجات سلبية، لأن هو دماغك مش هيفرق ده سلبي أو إيجابي.
بجد يعني الموضوع كبير ويطول شرحه، وانا حاولت ابسطه على قد ما اقدر يعني، واتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الموضوع. لو عجبكم تسوشيال لايك والشير والسبسكرايب عشان تبقوا من ضمن الجماهير العريضة اللي بتتفرج على الفيديو ده. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.